ونفتح معكم الملف التالي للحديث عن الكوليسترول، حيث أن الحديث عن هذا الموضوع جدا مهم، لذلك نستضيف معنا في الاستوديو الدكتور طارق عبد الكريم الهد، استشاري باطنية وغدد صماء وسكري في مستشفى حمد. صباح الخير دكتور. مرحبا بك. صباح الخير دكتور. إذا عرضنا بعض المعلومات عن الكوليسترول وطرق الوقاية منه، لكن نريد أن نفهم أكثر من حضرتك ما هو الكوليسترول أولا ولماذا يرتفع؟ الكوليسترول ابتداء هو عبارة عن مادة طبيعية موجودة في الجسم، وهي حقيقة ليس موجودة فقط في الدم، بل هي حتى تعتبر مكون من المكونات الطبيعية بالنسبة للأنسجة والخلايا بتاعت الجسم. يعني حتى الجدار بتاع الخلايا التكوين بتاعه بيكون فيه الكوليسترول اللي هو دهون يعني. يس اوكي. وبعدين حتى الكوليسترول هو بيعتبر مادة مهمة أيضا لكثير من المواد الهامة في الجسم، زي الهرمونات. مثلا في بعض الهرمونات، مثلا هرمون اللي بيطلع من الغدة الكظرية اللي هو هرمون الكورتيزون، ده مكون رئيسي من المكونات بتاعت الجزيئات بتاعته، هو عبارة عن كوليسترول. لكن الكوليسترول لما يصير مستواه في الدم مرتفع بصورة غير طبيعية، هذا يؤدي إلى مشاكل تتعلق بتصلب الشرايين، وهذا ممكن يحدث في فترة مبكرة. في العادة الشرايين بتكون شرايين، يعني الجدار بتاعها بيكون جدار سليم، جدار صحي، ولكن ارتفاع نسبة الكوليسترول بيؤدي لترسب حبيبات الكوليسترول بطرق معينة، حتى بتدخل فيها الخلايا بتاعت الدم الأبيض نفسها. لو شايفه هنا مثلا ده الجدار السليم الطبيعي بالنسبة للوعاء الدموي، وبالنسبة للكوليسترول لما ترتفع نسبة الكوليسترول لمستوى معين بتترسب حبيبات الكوليسترول في الجدار، وبالتالي تؤدي إلى ضيق، والضيق هذا يؤدي إلى حدوث جلطات، والجلطات هذه ممكن طبعا تؤدي إلى نوبات قلبية، سكتات دماغية، أو حتى يعني انسداد في الشرايين بتاعت الأطراف وكده، ما يؤدي للبتر. مضاعفات سلبية. ولكن ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول؟ أيوة، الأسباب قد تكون أسباب وراثية، أو تكون أسباب تتعلق بالسن، أو تكون أسباب تتعلق مثلا بالطبيعة بتاعت الجنس. يعني مثلا الرجال هم عرضة أكثر من غيرهم، الرجال عرضة أكثر من النساء لأنه يحصل لهم تصلب بتاع الشرايين. لماذا دكتور؟ لأنه الهرمون بتاع الهرمون الأنثوي، واحدة من الخواص بتاعته إنه بيؤدي إلى تحرك الجزيئات الضارة من الكوليسترول من الدم وذهابها إلى الليفر أو إلى الكبد والتمثيل بتاعه هناك. اللي يمكن القول أن هرمونات المرأة يعني نشيطة أكثر من الرجل في هذا الحالة. نعم فيما يتعلق بالكوليسترول. ولهذا السبب الستات اللي هم بيكونوا في الفترة بتاعت الإنجاب بيكونوا أقل عرضة من الستات اللي هم بعد حدوث انقطاع الطمس، لأنه يحصل لهم مشاكل بتاعت تصلب شرايين. ولكن بما يتعلق بالغذاء، ذكرنا بعض الأسباب، الغذاء هل له أيضا دور في ارتفاع نسبة الكوليسترول؟ بالتأكيد. كثير من الأنواع بتاعت الأطعمة، على سبيل المثال مثلا البيض، على سبيل المثال مثلا الكبد، على سبيل المثال بعض أنواع اللحوم، مثلا اللحوم البيضاء، هذه فيها نسبة عالية من الكوليسترول. لكن عموما يعني مثلا لو مسكت مثلا اللحوم بتاعت الإبل، دي النسبة بتاع الكوليسترول أقل من اللحوم مثلا بتاعت البقر وبتاعت الضان وكده. طيب دكتور، إذا المصابون تختلف إصاباتهم باختلاف الأسباب. طرق الوقاية الآن بالنسبة للذين يعانون الكوليسترول وراثيا، ما هي الإجراءات الوقائية لكي لا يصابوا أو ربما تصل مراحل أخطر لديهم من الكوليسترول؟ بالنسبة للجانب الوراثي، طبعا في نوع معين من ارتفاع الكوليسترول، هذا بيكون وراثي، وده بيكون ناتج من خلل في كروموزوم 19. وده بيحصل في بعض الأسر، والوراثة بتاعته بتكون الدرجة بتاعتها تتراوح بين 25 إلى 50% من الإصابة، بيعتمد إذا كان الخلل الجيني جاي من أحد الوالدين ولا منهم الاثنين. ففي الحالة هذه كويس
الاشخاص بيكونوا عرضه لانه يحصل لهم تصلب شرايين مبكر في سن مبكره، حتى ممكن في سن 12 في سن نعم او في سن ال20. وبالتالي لابد بالنسبه للاشخاص اللي عندهم يعني تاريخ مرضي لارتفاع الكوليسترول في الاسر يحصل لازم يكونوا مثلا اجراء فحص فحص استبياني، بس بنسميه سكرينينج. اوكي، لانه ممكن الارتفاع بتاع الكوليسترول يؤدي زي ما قلت لك لتصلب مبكر في الشرايين في سن مبكره، حتى من سن 12 لازم يكونوا مثلا هم يتعرضوا للفحص الدوري هذا. هل توجد أعراض معينة أو ظاهرة للعيان للأشخاص الذين يتعرضون إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول؟ بعض الأشخاص ربما تكون عندهم علامات أوكي تظهر في الجسم. على سبيل المثال عندي صورة هنا، حبيبات الكوليسترول ممكن تؤدي إلى إنها تترسب في أماكن معينة، مثلا الراحة بتاعت اليدين تكون ظاهرة بهذا الشكل. لو شفت الصفار هذا مش عارف تكون واضحة ولا لا. اوكي alright. اوكي، بعدين ممكن تترسب في اماكن معينه، مثلا اللي هي في المنطقه بتاعت هي عباره عن اكياس دهنيه، هي عباره عن حبيبات دهنيه بتترسب تحت الجلد، ودي بتدينا دلاله على انه الشخص هذا مصاب عنده ارتفاع الكوليسترول. ودائما بتحصل عند الاشخاص اللي بيكون عندهم اما ارتفاع شديد في نسبه السكر في الدم، اوكي، لانه السكر والكوليسترول مرتبطين مع بعض. السكر لما يكون غير منتظم الشخص بيكون عرضه لانه يحصل عنده ارتفاع في الكوليسترول. وحتى الشخص بتاع السكر بيكون الطريقه اللي الجسم بيتعامل بها مع الكوليسترول بتختلف من الشخص الطبيعي. طيب دكتور، تحدثنا عن الفحص المبكر، إجراء فحوصات دورية مبكرة بالنسبة لمن لديهم سجل تاريخي في هذا المرض في العائلة. لمن ليس لديهم يعني وراثيا هذا المرض، كيف يمكن أن يقوا أنفسهم أو يتعرفوا على إذا كانوا مصابين بهذا الداء دون ظهور علامات واضحة مثل التي طبعا التحليل بتاع الدم مهم جدا. التحليل بتاع الدم يعني خاصة عند المرضى بتاع السكر، المرضى اللي هم بيكونوا عرضة لأمراض القلب أو تصلب الشرايين المبكر، يعني خاصة الكبار في السن، ديل يفترض إنه يتعمل لهم تحليل بتاع دم دوري، يعني مرة كل 6 شهور أو مرة كل سنة، على أساس إنه يتعرف النسبة بتاعة الكوليسترول. والكوليسترول نفسه طبعا أنواع، يعني في الكوليسترول عالي الكثافة اللي هو ده كوليسترول بيعتبر حميد، اللي هو ده بيؤدي لأنه الحبيبات بتاعة الكوليسترول من النوع قليل الكثافة دي تتحرك، الجسم يحركها ويؤدي لتمثيلها. نعم. توجد بعض الأدوات لدينا الدكتور، وهل بالإمكان استخدام هذه الأدوات لقياس ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في نسبة الكوليسترول من عدمه؟ هل هي سهلة الإجراء في داخل المنزل أو يستدعي الموضوع لزيارة المستشفى؟ لا، التحليل بتاع الكوليسترول بيستدعي إنه الشخص طبعا لازم يعني يزور طبيبه المعالج، ويعني ياخذ منه عينه بتاع الدم على اساس انه تتقاس نسبه الكوليسترول. لكن في شرائح معينه في المجتمع بتكون عرضه اكثر من غيرها لمشاكل او مضاعفات ارتفاع الكوليسترول. مرضى السكر، الاشخاص الطاعنين في السن، يعني خاصه بعد سن ال40 سن ال50، الاشخاص اللي مثلا مدخنين، الستات اللي مثلا تجاوزوا السن بتاعت الطمس، اوكي، الاشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم. طبعا ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول هم الاثنين مع بعض بيكونوا طبعا الاثر بتاعهم مضاعف. وكل ما تضاعفت يعني الاشياء عند الشخص الواحد، مثلا الشخص اللي عنده ارتفاع ضغط الدم مع السكر بيكون عرضه اكثر من غيره لانه يحصل تصلب شرايين اذا كان عنده ارتفاع. كل هؤلاء الأشخاص بالإمكان معرفة ما إذا كانوا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول من خلال هذا الجهاز؟ لا مش من الجهاز، نعم. التحليل بتاع الدم. ده جهاز بتاع الضغط، بس لازم طبعا، لأنه حتى الضغط ممكن يكون صامت زي الكوليسترول، ممكن يكون عالي وما تكون في أي أعراض. نعم. الواحد يعرف بها يعني. نصل إلى طرق علاج الكوليسترول دكتور الآن، ما هي وهل تؤخذ على مدى طويل أم حسب الحالة يمكن فعلا الشفاء التام ربما من هذا المرض أم لا؟ نعم. طيب، طرق العلاج من ارتفاع الكوليسترول ابتداء بتتقسم لنوعين. في النوع اللي هو ما يتعلق باللايف ستايل، اللي هو نظام الحياة. نظام الحياة، اوكي.
ابتداء النشاط البدني مهم جدا، يعني كل ما الإنسان نشاطه البدني كان يعني عالي وكان بيمارس رياضة، كل ما كان المستوى بتاع الكوليسترول بيكون قابل لأنه ينزل. هذا الشيء. المسألة الثانية المسألة بتاعت التدخين. الشخص المدخن بيكون عرضة أكثر من غيره إنه يحصل له ترسب بالنسبة لحبيبات الكوليسترول في الجدار بتاع الأوعية، فالامتناع عن التدخين وارد. الشيء الثالث الأشخاص اللي عندهم السكر. أوكي، السكر كل ما كان يعني غير منتظم وكل ما كان يعني المستوى بتاعه مرتفع والإنسان ما مراعي الوضع بتاعه بيكون عرضة أكثر من غيره إنه برضه يحصل له مشاكل بتاعت الكوليسترول. فالأشياء دي يفترض إنه الطبيب المعالج يعني يتناولها واحدة ورا الأخرى. أوكي، ده بالإضافة طبعا للعلاج بالعقاقير. الأدوية طبعا في أنواع مختلفة من الأدوية بتاعت الكوليسترول، وأكثر الأدوية طبعا استعمالا لعلاج الكوليسترول اللي هي ما يعرف بالاستاتين. الأدوية بتاعت الاستاتين اللي هي دي معلش بالإنجليزي، يعني في عندنا المجموعة بتاعت الاستاتين عندها أدوية كثيرة، يعني في الأتورفاستاتين، في الريزوفاستاتين، ودي كلها موجودة. وبعدين العلاج ما مؤقت، العلاج لابد يكون طويل المدى.